بيتكلم عن طبيب ومؤرخ مصري، هو سعيد ابن البطريق. الطبيب والمؤرخ المسيحي المصري اتولد في الفسطاط في عام 263 هجريا، وأبدع في الطب حتى اشتهر به. قال عنه ابن أبي أصيبعة: كان متقدما في زمانه وكانت له دراية بعلوم الطب. وهو عنده 60 سنة اتعين كبطريرك على الإسكندرية، وسمي أوثوسيوس، هي كلمة يونانية تعني سعيد. أكثر أعماله أهمية على الإطلاق كان كتاب نظم الجوهر أو نظم الجواهر، وهو كتاب في تاريخ العالم، والكتاب ده هو بدأ العمل فيه قبل أن يصبح بطريرك على الإسكندرية. وهذا الكتاب أثر بشكل كبير على كتابات ابن خلدون، وقد أخذ منه بعض الأحداث التي وردت فيه. بيبدأ الكتاب بفصل الخلق ثم يسرد القصص انتهاء بعصره.